السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناتكم قصتي مع الطبخ الأصيل. اليوم إن شاء الله هنحضر معكم بريوات ديال الكاوكاو والزنجلان والقرقع اللي ساهلين والنتيجة تجي رائعة. نتمنى أنكم تجربوهم مع إضافة واحد النكهة اللي تزيد تعطيهم مذاق مغاير على البريوات العاديين ديال الكاوكاو ديالنا اللي كنت نستعملوهم زمان، وطبيعة الحال مقرمشين ومعزلين من الداخل. بقاو معايا تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا النصائح، ونبداو على بركة الله. بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام اي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي درته في الطاوه ودخلته الفران تيتحمر حتى يرجع لونه ذهبي. ما عمركم تحمروه بزاف او تقليوه بزاف حتى يكحل، من بعد في البريوه تيبقى يجينا مر. تنفضل الكاوكاو الكبير اللي بالقشره ديالو حيت يكون مذاق ديالو غادي المذاق ديال اللوز. وعندي هنا كاس كبير من زنجلان البلدي اللي حمرته او صهته حتى هو في المقله، و150 غرام ديال السكر سنيده، يمكن ديروا 80 غرام او 100 غرام تبقى لكم الاختيار ديال السكر. وكاس كبير من القرقاع اللي حتى هو صهته في المقله ونفضته ما بين يديا باش نحيدوا له هذيك القشره ديالو. ودابا نبدا باش نوجدوا العقده ديالنا. بديت نطحن نصف الكميه ديال الكاوكاو وزدت عليه نص كميه ديال السكر سنيده، ونعاود نطحنو الطحنه الثانيه حتى نحس به تعلك مزيان وتليك وطلق هذاك الزيت ديالو. ونكمل كاوكاو ديالنا كامل، يعني تنساليه كامل. وطبيعه الحال الزنجلان حتى هو نطحنو مزيان حتى يتعلك، والقرقاع حتى هو نطحنو مزيان حتى يعلك بدون سكر، يعني السكر ما نديروش ليهم. واللي تيبغي القرقاع يبقى شويه مهرمش يمكن تخليوه تبقى لكم الاختيار. وهذه هي العقده اللي حصلت عليها من بعد ما طحنتهم. كما تلاحظوا لا القرقاع ولا الزنجلان كليكتهم مزيان. اما بالنسبه للكاوكاو فهو تبقى محافظ على اللون ديالو الذهبي، يعني ما تيوليش كحل الا ما حمرناهش في الاول بزاف. ودابا غنبدا نخلطها ما بين يدي، نخلط القوام ونبدا نضيف المقادير مباشره. غنضيف فاني بنسبه الزهر اللي تعطينا واحد المذاق زوين للبريوات ديالنا، ورأس معلقه صغيره من الملحه يعني باش نقضوا المذاق ديال القوام، وراس معلقه صغيره من المسكه الحره اللي بنحاولوا انا ما نكثروش منها بزاف باش ما تقصحش لينا العقده وما تعطيناش المروره ديالها. وهنا عندي قشور الليمون معسلين، يعني تناخذوا القشره ديال الليمونه وحده تنوضعها فوق العافيه مع الماء، جهد ما نحس بان الغليه طلعت ليها تنطفي عليها وتنحيدها وتنصفيها وتنعاود ندير ماء واحد اخر وتردها فوق البوطه، وجهد ما نعاودوا تطلع هذيك الغليه نولي نحيدها. يعني هاد العمليه نديروها 3 مرات حتى نحسوا بها ان حيدت تحيد منها ديك المروره ديالها. ومن بعد تنزيد عليها واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده ونص كاس ديال العنبه من الماء، وتولي نوضعها فوق البوطه ونخليها حتى تعسل مزيان. عاد تنولي نضيف معلقه كبيره منها، راح تعطينا واحد المذاق زوين. هاد القشور ديال الليمون مع الكاوكاو راه تيتواتى معاه بزاف. وجوج معالق كبار من الزبده نوازيط، تنفضل ندير الزبده نوازيط باش البريوات ديالنا من بعد ما تبدلش المذاق ديالهم وتبقاو محافظين على هذاك المذاق ديالهم الاول، واخا تنديروهم مده طويله في المجمد. وتبدا نخلط المقادير ديالي ما بين يديا، يعني تنحاول حتى نخلط المقادير تدخل مع بعضياتها. عاد نبدا نضيف الماء زهر غير شويه بشويه وانا تنخلط،
ونحاول ان العقده ديالي تكون رطبه، يعني مايله الخفه وما تكونش جاريه، وما نخليوهاش قاصحه، لان الا خليناها قاصحه من تنقليوها وتنعسلوها ما تجي ناشفه من الداخل وما شربش العسل. هذا هو المشكل اللي تيطيحوا فيه بزاف ديال الاخوات، يعني تتحسوا ما بين يديكم انها رطبه وبحال اللي بدات تلصق لكم ما بين يديكم، فهاديك الساعه راه تتكون العقده هي هذيك زوينه مليكه ورطبه. اما الا كانت ناشفه، يعني من الافضل تزيدوا لها شويه ديال المزهر. كما تلاحظوا راه تندلك وتنزيد في المزهر حتى تشوفوها ما بين يديا راها رطبه وخفيفه. يعني هاد المرحله راها ضروريه البريوات ديالنا باش يجيونا معلكين وشاربين العسل من الداخل. هذه هي العقده ديالنا من بعد ما وجدت كما تلاحظوا كي رطبه وكي مليكه. يعني دابا غنخليها ترتاح، عاد نبدا نشكل على شكل حرابل، او يمكن تحتفظوا بها في الثلاجه ليله وحتى الغد ليه عاد انكم تستعملوها. يعني راه تيبقى لكم الاختيار، او في المجمد حتى مده اسبوع راه ما تيوقع لها حتى شي حاجه، راه تتبقى مزيانه. انا هنا خديت 3 ديال الاشرطه دهنتهم بالزبده، والطرف الاخراني خليته باش ندير فيه الطحين، وخديت العقده اللي وضعتها وتنحاول اني نشكلها هي بصبيعاتي على شكل مستطيل، ونبدا نلف عليهم الورقه باش تجيني هذاك الشكل باين، يعني واضح، لان الشكل تيجي زوين. كما تلاحظوا اي بهذه الطريقه راه تيجيكم واحد الشكل زوين في البريوات ومبدل على البريوات العاديين. وطبيعة الحال أنا استعملت الورقة الفينو لأني ديما تنفضلها في المعسلات على الورقة العادية. وبالنسبة للنصائح الطريقة اللي غنستعملوها أو كيفاش نحتفظوا بها في المجمد، البريوات ديالنا في المجمد وقبل ما نقليوهم، فكلهم ذكرتهم في الفيديو اللي قبل اللي استعملت فيه العقدة ديال اللوز. من بعد ما خليت الزيت حتى سخن مزيان تنوليو نقصوا عليه وتنبقاو نجبدوا من المجمد غير شويه بشويه، يعني ما نجبدوهمش كامل باش ما نضيعوش فيهم القياس اللي غنوضعوه في الزيت، وتنخليهم حتى تيشدوا راسهم، عاد تنبقاو نحركوهم بواحد المغرف ديال الخشب غير من الجنب، باش يتحمروا لنا من الجناب ديالهم كاملين. بهاد الورقه ديال الفينو راه ما تاخذش وقت بزاف باش تتحمر، لان راه تبارك الله دغيا تتحمر. يعني تنصحكم يعني من بغيو نوضعهم تكون العافيه ناقصه ماشي مجهده، لان الكساره دغيا تتحرقوا. ومن بعد ما تيتحمر فمباشره نهزهم وتنوضعهم في العسل اللي تنكون انا مسخناه. يعني ما تنبغيش نوضع المعسلات ديالي او البريوات في العسل يكون بارد، ولكن تيبقى لكم الاختيار، لان العسل من تيكون سخون فهما تيخليهم يشربوا العسل مزيان. وتقريبا تنخليهم شي 2 دقائق في العسل حتى نحس بهم انهم شربوا العسل مزيان، وتحس بهم بحال يتقالوا بالعسل. عاد تنحيدهم وتنوضعهم مباشره في شي قصريه او في شي طبسيل. يعني انا مثلا تنفضل اني ما نصفيهمش باش يبقاو محافظين ليا على هذاك العسل. وطبيعه الحال نخليهم حتى تيبردوا، عاد بامكانكم تحتفظوا بهم شي في بواطه، وتنصحكم انكم تحتفظوا بهم في المجمد باش يبقاو لنا مده طويله محافظين على هذاك العسل ديالهم. وهذا هما بريوات ديالنا من بعد ما وجدوا. نتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه، راه تيجيو معسلين ومعلكين من الداخل. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله، ونتمنى ان كنت خفيفه على قلوبكم.